وقصة مثل ما قلت لكم حدثت في عام 1418 في أحد مدن المملكة الكبيرة. يقول اللي يقول لي القصة واحد منهم، يقول أنا ساكن أنا وخوي بعيدين عن هالمكان اللي حنا نشرف عليه بمسافة، فتوفير البنزين مرة أروح أنا وياه بسيارتي ومرة أروح بسيارته، وقبل ما نوصل هالمنشأة اللي حنا فيها حراسات نمر بوفيه مشهور وناخذ فيه سندوشات، أما فطور ولا غداء شيء تصبيره. وهذا مثل ما قلت لكم قبل عام 1418. يقول مرة من المرات أنا رحت أنا وياه للمبنى هذا، ولكن ما مرينا البوفيه، هو ركب السيارة حقتي ورجع للبوفيه. صادف عند البوفيه بنت أنا لا أعلم، والبنت استلطفها واستلطفته، وصار بينهم تبادل أرقام وأنا ما أدري. جاء بلغني قال أنا ترى تعرفت على بنت، فيقول أنا زعلت عليه وهاوشته وقلت له ما يجوز، هذه محارم وقطه. قال لي خلاص ازهله يا أبو فلان. خدت حنا 1418 في آخر 1418 اتضح لي إنه ما أنهى علاقته بهذه البنت، وإن تطورت العلاقة إلى لقاء، وتطورت الله يعافينا حتى وقعوا في المحظور الكبير. لا إله إلا الله. وهنا الطامة، هو يوم علم بالأمر هذا قطع الجوال، قطع التلفون الثابت حقه، والبنت أسقط في يدها. راحت وعلمت أمها، والأم انقطعت أخبار البنت والأم عنا ما ندري عنه. أنا جيت له يوم علمني قلت له صحح غلطتك وروح لأبوها واخطبها وتزوجها، وأنا مستعد أروح معك لأبوك ولأمك ولإخوانك بالفعل رحت للأبو ورحت للأم ورحت لإخوان الرجال هذا. قالوا وحدة ما باع ثقة أهلها فيها كيف يثق فيها أخونا، ما حنا مزوجين هي. قلت يا الربع الرجال هو اللي مرتكب الخطيئة معها. يقول حاولت ما لقيت منهم إجابة. يقول قلت سلمت أمري الله وقلت ترى الذنب في رقبتك. نعم صحيح. حنا انقطعنا، أنا ما أدري وش البنت وش أهلها ما أعرفهم، هو ما يدري أيضا. يقول حنا لازلنا مستمرين في عملنا. في عام 1421 أو 22 على عملنا، مرة في سيارته مرة في سيارتي، وحنا جايين مرينا البوفيه، لكن قبل البوفيه في بقالة كنت باخذ منه مويه وبارد وأغراض. يقول يوم نزلت والقى 4 أطفال، بنتين وولدين، وأصغرهم ولد عمره أبو 3 أو 4 سنوات، ثوبه الله يكرمكم ما يلبسه حتى الله يكرمك أقل الناس، وفيه ريحة وشوشته ووساخته وضعيف يتله العيال. فهذيلا معهم فلوس والولد هذا ما معه فلوس، وهو يطقق على الطاولة يقول الراعي البقالة عطني حلاوة، وراعي البقالة يصده جيب فلوس أنا أعطيك. يقول أنا رعفت بحال هالولد وقلت بالله شوف ايش يبي وأنا بحاسب عنه، ما أدري ايش طلب حلاوة وشوكولاتة. يقول وأنا أدفع عنه، والولد حالته مرة كثيفة. يقول ال3 العيال راحوا ولا في رجال جاي قالوا ترى فلان يطر، يقصدون الليل. يقول لي يا عبد الله جاه وشات الولد شوته، والله ان الولد تقول حصاه اعوذ بالله تدربه وبصياح، انت قاعد انت تطر، انت ما فشلتنا. الولد ما يفهم. يقول وجه رده، انا طبعا بلبسي العسكري رديته قلت عيب عليك هذا طفل ما يفهم. قال فشلنا عند الناس. قلت يوم انه فشلكم عند الناس كان عطيته فلوس. قال هذا ابوه ما ندري وينه. يقول يوم قال ابوه ما ندري وينه وقال الكلمه هذه والرجال معي في السياره، وشوف اشبه الولد هذا ولا والله مطابق. وانزل للرجال قم امسك ذاك كمل علل واضربه انت يا الرجال، فك ولدك. اقولها لمن؟ خويي في السياره. الله. قال وش لدي؟ قال هذا خطيئتك اللي سويتها فكها. الرجال لا شعوريا نزل وتلاقط ويا الرجال وضربه، اترك ولدي في الشارع. لا اله الا الله. ويتضاربون يقول انا افك فيهم وتجي الدوريه وانا امسك الدوريه. قلت هذا موضوع خاص ولا لكم دخل فيه، خلوني انا احله. الموضوع هذا عائل، وانت دخلت الدوريه ولا الشرطه. يقول وانا اجيب الرجال هذا. قال وش دخل هذا؟ يقول ابوي. يقول له الرجال قال هذا
انا امه فلانه وانا ابوه وهذا السبب وهذا الوضع. قال حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. قال شوف، يقول انا تدخلت، قلت بنحل الحل هالحين، نجيب الشيخ الان ويكتب على المرأة ونسأل شرع وش طريقة عمل هالولد هذا وكيف نسبه. يقولوا حنا طال عمرك اتصل بابو الرجال واروح له في البيت واجيبه في نفس اليوم. قالوا خلاص اذا جاء بعد اسبوع نكتب الكتاب. قال لا، تكتب الكتاب اليوم ما فيه. قالوا هم على مضض، لا اهل البنت ولا اهل الرجال. واجيب الشيخ يقول يكتب الكتاب واتصل بمشايخه ويعلموني العلوم الشرعيه في الموضوع هذا كامل، ونسوي العقد جديد ونجهز هذا، والولد ما يدري منه ابوه ولا يعرف شيء، ويتم الزواج وياخذ المرأة معه في بيته، والحين ام عياله، والولد هذا تزوج الاسبوع الماضي، سبحان الله، الوليد الصغير الله الله الله، وتخلص من الجامعه تزوج الاسبوع الماضي وفي وظيفه، والرجال الحمد والشكر لله مستقر مع زوجته والحمد لله الامور صالحه. هذا الكلام 1418 وحدث، وانا انقل لكم بعض التفاصيل. الان ما يحدث يا اخوان يجب ان تنبه. الام لها دور كبير في اداره بناتها وفي حرصها عليهم وفي تربيتها. المرأة اللي ما عندها استعداد انها تربي وبتسلم الخادمة وبتترك بناتها لا تتزوج. انا دائما نادي بهالكلام، اذا ما عندك مستطاعة انك تديرين بيتك وتربين بناتك وتحافظين عليهم، لان الابو لاهي يطلع 8-9 ساعات في عمله ويجي متاخر ما يدري، انت اللي تغطين وانت اللي تعرفين وانت اللي عارفه بناتك وين يروحون ويجون. هذا الامر لازم نلقى له حل. خوف والله. شوف ايش قال الاخوه، قال حنا ما نزوج وحده ما اهلها يثقون فيها وهي بقد الثقه، وهذا اللي بيصير في الوضع. قبل اسبوع انا امشي في بيتي رايح اصلي الفجر، بنت عمرها 13 سنه تكلم في التلفون في وسط الشارع الساعه 3:30 الفجر، قسم بالله اني اتقطع وادعي لها بالهدايه وادعي لاهلها. يا رب وش اللي يصير؟ انتبهوا لعيالكم، انتبهوا لبناتكم، انتبهوا لاهلكم وحرصوا عليهم. والله انكم مسؤولين مسؤوليه كامله من يوم يولد حتى يصل سن الرشد. انت مسؤول عن تربيه ابنائك، والدور الكبير بالذات للبنات للام. انتبهي لهم ولا يكون كلش بغلظه وبهواش، استمعي لهم وجلسي معهم وعلميهم واسمعي منهم. ترى الشباب الان يبي من يسمعهم، يبي من يتحدث هم يتحدثون له، لا الابو ولا الام، لكن الام يقع عليها الحمل الكبير على طول من سوق لسوق ومن استراحه لاستراحه. كيف تنتبهين لعيالك وانت هذا وضعك؟ ترى والله نحن مسائلين، وفي جنه وفي نار وفي سؤال وفي عقاب. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها القصة، وجزاكم الله عني كل خير، وآسف للإطالة يا أبو. أنا عندي سؤال قد يفيد المشاهد. يعني بعض البنات تقول له وش اللي صار، هذا أخطأ معها وبعد سنين جاء وتزوجها واستقروا، وهذا ولدها اللي كان يعني خطأ تزوج وزانت أموره وكذا. أنا ودي نصيحة من هالجانب، هل كل اللي بيخطون مع البنات اللي يجي ياخذها ويتزوجها؟ مو كل الناس مثل هذا، وهم يعرفون 99% أصلا مو بشرط أنه يخطي معها، من عرفها من تلفون مو بجايها. نعم. وإن شافها في شارع مو متزوجها. ترى هذا الأمر كلام كبير. أنا أسأل بالله أي إنسانة عندها أخو ولا عندها ولد وتعرف على واحدة في الشارع بترضى انه يتزوجها؟ لا والله ما حد راضي. لا والله. هذا امر محتوم الكلام، فضلا على ان الله يعافينا وياكم. لكن هذه تعتبر من الشواذ. الرجل فيه صلاح، وصديقه هذا اللي اورد لي القصه فيه صلاح اكثر، وهذا شيء وهو اللي ينصحه وثبته. هذه الامور ما تحدث. نعم. حنا لازم نحط الوقايه. انا لما اتكلم مع الام ولا اتكلم مع الابو، انا ماني بتكلم قبل ما يصير الفاس في الراس. صحيح. انت يوم تجيبين هالبنات وتجيبين هالعيال وتبثينهم وتخلينهم عند خدم ولا تخليهم في الشوارع، تحسبين انت مسؤوله؟ والله على راسك. جزاك الله خير.